حد مزعلك ومضايقك ما تدخليش على مخدتك وتنامي تعيطي. اتوضي وصلي وادعي من ربنا ان ربنا يجيب لك حقك من اللي ظلم. قولي حسبي الله ونعم الوكيل، واكيد ربنا مش هيخيب ظنك فيه وهيجيب لك حقك. بتتعب جدا 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 لان جدا. هو اللي جابك. بفتكر امي وكده. هو طبعا انا عمري ما نسيتها، انا ماشيه في البيت رايحه جايه بتحرك، امي في دماغي، امي معايا. لكن في حاجات بتحصل لنا كده بنقعد نقول فيها يا ريتك كنتي معايا دلوقتي. لو مثلا تعبتي مثلا تقولي يا ريتك يا امي كنت معايا، لو انت كنت معايا دلوقتي ما كنتيش سبتيني، كنتي قعدتي جنبي. لو وقعتي في مشكله مثلا مشكله مع جوزك مع اي حد ومحتاجه حد كبير في حياتك، او مش حاسه ان انت ليكي ظهر ولا سند، ده بعد ربنا طبعا، ربنا اهم حاجه في حياتنا، تقولي ايه؟ يا ريتك يا بابا كنت موجود، يا ريتك يا بابا كنت موجود، كنت وقفت جنبي. انا ليه بقول لكم بالاخص امي؟ عشان انا قلت لكم في فيديو قبل كده ان ابويا ميت وانا صغيره، ما كنتش فاهمه وجود الاب في حياتنا، ما كنتش فاهمه اهميته في حياتنا غير لما كبرت. لما كبرت ودخلت ثانوي وكبرت وفهمت وعرفت ان ابويا ده مهم جدا في حياتي، وبالاخص كمان لما كبرت قوي واتجوزت عرفت ان وجود الاب ده مهم قوي في حياتنا يا جماعه، وربنا يخلي كل اب لبيته. وفعلا زي ما قلت لكم ان الاب ده ظهر وسند. كمان الام برضه بتبقى عمود البيت. لو الام تعبت او جرالها حاجه برضه يعني بتحس ان هي العمود اللي شايل البيت. لو جرالها حاجه بتحس ان البيت خلاص زي ما تقولوا ايه اتهدم او ما عادش، يعني الناس اللي فيه عايشه كده ارواح، روح كده عايشه وخلاص. مش عارفين النفس اللي احنا بياكلوا ويشربوا هيدخل ويناموا تاني ولا بس اللي احنا من غير بنخرجه هيدخل تاني ولا لا. ممكن الواحد يبقى ماشي في الطريق مش عالم ايه اللي هيحصل له،